وبنغسله بميه وخل عشان خاطر الحاجه تبقى نظيفه، وبنمشي عليه الحنفيه زي ما انت شايفه كده حضرتك شويه لغايه ما يدي درجه البياض كده، ونبتدي نشطفه ونخليه لمرحله لمرحله التنشيف. وبعد كده بنروح مدخلينه في توم والتوابل بتاعته، جميع انواع التوابل اللي تخش في الفيليه ده. بعد ما بيخش المرحله دي بيخش في التوابل وبيروح داخل مرحله مرحله الدقيق، يقعد شويه في الدقيق ويروح طالع بقى كده زي ما انت شايفه كده حضرتك. رغيف ب 10 ما يزيدش عن 10 وعلى حسب الزبون هو عاوز بقى، بس احنا الرغيف بياخد يعني انت ممكن يوريك الرغيف ب 10 مره هيعجب الزبون جدا. وبيخش لها خل وبيخش لها برضه حاجات بتخلي الحاجه تبقى نظيفه اكتر. يعني كل المراحل مراحل نظافه، مش مراحل قلي وخلاص. كل مرحله مرحله نظافه، مش مرحله قلي وخلاص. ممكن تسالي الزباين وشوفوا يقولوا لك ايه. هنسالهم يعني، بس يعني انا لو مفيش مش هتلاقي الزباين. كميه الزباين اللي عندنا دي من شغلنا. هو من قلت لحضرتك هو ما بيدورش خالص. يعني اقولها لك هو بيتاجر مع الله. ده انا بقول لك دي صريحه. فصاحب محل بيتاجر مع الله، يعني مش بيحب الغلا. هو مبدأه ما بيحبش الغلا. السمك ده بيجي على مرتين بس زي الجمبري؟ بينشف ويخش تاني مرتين على اساس ان الحاجه تنشف تبقى حاجه جميله وماشيه.